تيجي اقول لك العاب الخميس. اهلا بيكو. لو انت قاعد النهارده مستني، فالنهارده يوم الترشيحات. تعال اديك افضل 5 العاب تعاونيه ممكن تلعبها انت ومراتك او انت وابنك او صاحبك. على فكره خلينا نبتدي بالعد التنازلي. اول لعبه معانا النهارده وهي رقم 5، لعبه اواي اوت. لعبه في قمه اللذاذه، حلوه جدا، تقدر تلعبها انت وصاحبك. قصتها عن 2 دخلوا السجن وبتحصل ما بينهم شويه مغامرات جميله وعيش فيها. على فكره اللعبه مش مناسبه للاسره، فلعبها مع صاحبك بدل ما يتخرب بيتك. اللعبه رقم 4 معانا في القائمه النهارده وهي لعبه ناك، وهي لعبه حصريه للبلاي ستيشن. على فكره هي اسمها ناك بس انا بحب اقول عليها ناك. ممكن تلعبها مع اولادك. لعبه مسليه جدا بجرافيك حلو ولذيذ وممتع. اللعبه رقم 3 معانا في القائمه النهارده وهي لعبه التكس 2. وتعالى بقى نقف هنا ثانيتين لان اللي جاي تقيل قوي. لعبه التكس 2 هي من نفس صناع واي اوت، ولكنها هي لعبه عائليه اكتر. خد بالك اللعبه دي خدت ترشيحات كتير ما بين الازواج، بس عايز اقول لك ان في ناس كتير اتطلقت بسببها. جرب تلعبها انت ومراتك، اعتقد هتحبوها اكتر. وهي اللعبه بتكون عن قصه اب وام بيتحولوا العرايس وبيحاولوا يرجعوا لهيئتهم البشريه عن طريق مغامرات عظيمه بيلعبوها. لعبه رقم 2 معانا وهي لعبه ساك بوي. اللعبه دي اسمها غريب، انا عارف. اللعبه دي حلوه قوي وهي برضو حصريا من حصريات البلاي ستيشن. تقدر تلعبها انت وابنك ومليانه مغامرات جميله. جرافيك على فكره حلو قوي. اللعبه فعلا جميله جدا. ونيجي بقى للعبه رقم 1 معانا. على الرغم من ان هي لعبه حديثه لكن تستحق المركز الاول بجداره، وده من عظمه تنوع الافكار الرهيبه اللي فيها، وهي لعبه سبليت فيكشن. ودي بقى تقدر تلعبها مع مراتك او ولادك او على فكره اصحابك، لان فيها كم تنوع رهيب ومش طبيعي من القصص ومبنيه بشكل حلو قوي. وهي عن 2 بيتحبسوا في عالم افتراضي، والاتنين بيحاولوا ان هم يخرجوا ويهربوا من العالم ده بكل الاشكال. وبس كده يا سيدي، هنا كون انتهت ترشيحاتنا لافضل العاب تعاونيه ممكن تلعبها في فرايداي جيمز. عايزكم تدوني في الكومنتات الترشيحات الافضل اللي ممكن اديها لكم في الفيديو اللي جاي.